اهلا بحضرتك يا استاذ ايمن. سيادة المستشار دكتور حمزة أثار بعض النقاط من الناحية القانونية، وقال إن هذا البيان الذي تلاه السيد محمد الضماطي نيابة عن الرئيس الذي يسميه مختطفا وليس معزولا، قال إن شرعية الوضع القانوني لمرسي هي القائمة بالفعل ولا شرعية للانقلاب. هل من الممكن اعتبار ذلك صحيحا من الناحية القانونية؟ اهلا بحضرتك وبالساده الضيوف وبالساده المشاهدين. واولا انا احيي صمود الرئيس محمد مرسي الذي ظهر بقوه الابطال، وكما يذكرنا بالرئيس السابق لجنوب افريقيا نيلسون مانديلا، يعني حمل فوق الرؤوس وذهب جلابيه الى مزبله التاريخ، وكذلك هو الحال يذهب الانقلابيون الى مزبله التاريخ. الناحيه القانونيه المحضه، الوصف القانوني لما حدث هو انقلاب عسكري، وان شرعيه الرئيس هي الشرعيه الحقيقيه وهي الشرعيه الدستوريه طبقا لدستور البلاد الذي استفتى عليه الشعب المصري ووافق عليه باغلبيه 64%. اذا نحن نتكلم من الناحيه القانونيه البحته أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن ما حدث معه هو انقلاب عسكري واختطاف قسري. طيب سيادة المستشار، وضح لنا يعني الشواهد القانونية التي تؤيد وتعزز ما تقوله كي نفهم. ربما كثير من البنود القانونية لا نفهمها بمجرد يعني إلا بتفسير. دولة القانون تقوم على أن الشعب المصري أو أي شعب هو مصدر السلطات، وهو مصدر الدستور الذي هو يعني أبو القوانين كما يقال. فإذا ما الشعب موافق على أي دستور فهو المعمول به وهو الشرعي، وإذا ما الشعب انتخب رئيس أو ممثل له في السلطة التشريعية فهي الشرعية التي تستمد من هذا الشعب. واي انقلاب على هذه الشرعيه هي انقلاب على اراده الشعب المصري. لا يستطيع احد ان يدعي انه صاحب الشرعيه سوى الشعب المصري. فاذا ما اجريت انتخابات او استفتاءات نزيهه غير مطعون عليها باي مطعن، وان القضاء فصل في هذا الامر، فاذا نحن نتحدث عن شرعيه دستوريه وشرعيه قانونيه للسيد الرئيس محمد مرسي. يبقى إذن الشرعية مع الرئيس، والانقلاب العسكري هو الذي انقلب على الشرعية وانقلب على إرادة الشعب، ومن ثم يكون معرض للمحاكمة طبقا لقانون العقوبات مادة 87 من طب سيادة المستشار، ربما هناك من يستدعي ما حدث مع مبارك. كان هناك دستور 71 وخرج عليه الشعب، ويعني لماذا لا يوزن ذلك بذاك؟ لا، هو الرئيس المخلوع حسني مبارك ليس له شرعية حقيقية من الشعب المصري، لأنه زور كل الانتخابات التي أجريت. أنا بقول لحضرتك أنا أشرفت على الانتخابات بنفسي من أكثر من 20 سنة في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنا أشهد شهادة حق وشهادة لله أن هذه الانتخابات وما رأيته كان تزويرا فاضحا بكل معاني التزوير. ويكفي أن انتخابات 2010 كانت مزورة تزويرا كاملا. وهل تنحي مبارك يعني فقد شرعيته؟ نعم سيادة المستشار، هل تنحي مبارك صراحة يعني يوجب الاختلاف بين المشهدين، أم أنه لا يأتي في هذا السياق؟ لا يأتي في هذا السياق مطلقا، لأن الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد شرعيته بأنه ليس منتخبا من الشعب، كان يزور الاستفتاءات. وأما الرئيس محمد مرسي فهو منتخب من الشعب. الدستور بالمستفتى عليه 2012 دستور شرعي وسليم بيعبر عن إرادة الشعب المصري، فهنا القياس مع الفارق لا قياس مع في شرعية الرئيس المخلوع حسني مبارك. هو ليس له شرعية، هو يعني أجبر على التنحي عن الحكم طبقا للشرعية الثورية. الشعب هو الذي صار عليه، ومن ثم الشعب هو صاحب الشرعية وهو صاحب السلطة وهو مصدر السلطات، فاسترد شرعيته واسترد سلطته
من الرئيس الذي طب اسمح لي سياده المستشار، بس لو عندك إرادة. وقت يعني، وبناء على طلب ضيفنا الكريم المحامي بالنقد والفقيه الدستوري احمد عبد الحفيظ. استاذ احمد، اولا يعني تعقيبا على الناحيه القانونيه، وان كنت ساسالك عن الدلاله السياسيه، لكن عشان نحافظ على التليفون فقط.